ما هو اصلا حرام، فاهم؟ يعني كل بطولة كاس عالم تخرج بنفس الطريقة من نص النهائي وبتكون الطرف الاقوى في المباراة، وبتخرج برضه تلعب شوط اول اكنك الريال وبيلعب بلدية المحلة، تنزل الشوط الثاني بتقلب انت اللي بتكون بلدية المحلة، واديني بقى في الفرص الضايعة والانفرادات المستفزة والتغييرات اللي ملهاش ملامح من المدرب واللعيبة اللي ما عندهاش ميتين روح وحاجة تقرف كده. وكل ده اقسم بالله قلنا قبل بداية الموسم، انت داخل ميتين موسم من غير صفقات ليه؟ جايب لنا 4 صفقات ما فيش منهم غير عطية الله اللي بيلعب بس، وكمان بيلعب بسبب اصابة معلول، لا وكمان بتخرجه قبل الوقت الاضافي وعارف انك بالشكل ده كده كده رايح ضربات جزاء، وبتخرج وسام اللي هو المسدد الاول في الفرقه، وبتنزل لي كهربا يعني مع الاحترام، يعني مع كامل الاحترام، وبنزل لي خالد عبد الفتاح اللي هو مع عمره في حياته تقريبا ما شاط ضربات جزاء. بس اللوم مش عليه، اللوم على الاداره اللي جايبه لنا صفقات كسر، نصها مصاب والنص التاني اصلا المدرب مش مقتنع بيه، لا وماشي لي اهم لعيبه في الفرقه وما جبتش بديل، وكل الكلام ده قلناه في الصيف. لكن بقى نعمل ايه؟ الجمهور الكيوت اللي لسه مشجع كوره من اول امبارح بيقعد ينتقدها بس لمجرد انك بتنتقد الاداره ان هي ما جابتش صفقات. لكن لي بقى كل ده على جنب، ماتش باتشوكا احنا قلنا